هذا طول أعماركم قبل حوالي 45 سنة كانت جريدة الأهرام المصرية مخصصة يوم الجمعة يسمونه بريد القراء. وش عندك مشكلة ترسلها وتنشر يوم الجمعة ويرد عليك شخص اسمه الله يرحمه أديب وفاهم ومتعلم اسمه عبد الوهاب بن طاوع. كان زي ما تقول فيلسوف، فيرد ردود زي ما تقول حديثة، يعني وليدة الأيام هذه، فأشياء جديدة على المجتمع، فينور الناس. فاللي ينقل لي القصة يقول أنا كنت صغير، يقول وأمي كانت تتابع الصفحة هذه بشغف. فاللي حصل يقول جيت ذاك اليوم بعد صلاة الجمعة داخل البيت، الأم قاعدة تصيح تقول بحرقة، يعني كأنه حسبت أن أحد ميتلنا. وش فيت يمه؟ قالت تعال يا ولدي اقر وتعلم. شوفوا شلون بعد التربية وشلون قالت شوف أنا حافظة الأعداد اللي راحت، هذا أول عدد وهذا ثاني عدد وهذا ثالث عدد اليوم. وش المشكلة؟ يقول واقرأ أول عدد. شو المشكلة؟ هذا طبيب جاي من الأرياف المصرية وفقير جدا جدا، أبوه ما معدم، ما عندهم إلا بيت طين بس، وعنده 4 أخوات وأمه وأبوه. أبوه هالولد بعد الله له هو طوق النجاة، على باله أنه إذا تعلم أنه يعني يعزز من شأننا وكذا. فقال ما في أي شيء تبيه للتعليم أنا مستعد فيه. طبعا ما عنده شيء مسكين. أرسله لجامعة القاهرة يدرس طب، واستمر والله في الطب، وما شاء الله يأخذ الأول مع مرتبة الشرف كل فصل دراسي. طبعا هو كان الأمل بالله ثم أنه بيكون معيد في الكلية، حتى أن يتطور راتبه سنويا ويكمل دراسته في الكلية ويتطور. لكن لو تخرج عادي بمعدل منخفض راح يكون طبيب صحة يسمونه. فطبيب الصحة يتقاعد على مبلغ زهيد ما يزيد راتبه أبد طول حياته، ويمكن يحطونه في منطقة نائية. فالولد مجتهد من أول فصل دراسي ويجيب علاماته كاملة. وصل الفقر بأبوه أنه يبيع خشب السقف حق بيتهم، حق المدخل البيت زي الجلسة هذه، باعه ما خلى إلا غرفتين يتذرون بها عن المطر بس والشمس، ولا ذا باعه من الفقر وتسلف من أهل البلد كلهم. المهم آخر شيء طول أعماركم تخرج الولد الأول على الكلية مع مرتبة الشرف الأولى. جميل. خلاص أنا ما عاد قدامي إلا أني أصير معيد بس، انتهى الموضوع. الحمد لله توفيق رب العالمين. يقول يوم معلقوا الأسماء، يقول وأنا ناظر صدق تكذب والله اسمي معه. من الأول ولد عميد الكلية آمنا بالله، من الثاني ولد أخوه ما راح لبعيد إيه من قريب. هذه ترى مين باسمها واسطة، هذه اسمها دكتاتورية. يقول خدت نفسي، يقول رقيت المكتب عميد الكلية وأنا ما أدري وش فيني. طقيت الباب، السلام عليكم. قال عليكم السلام، ايش تبي؟ في ايه؟ قلت يا دكتور انا فلان. قال عارفك، ايش تبي؟ قال انا الاول على الكليه مع مرتبه الشرف، الثاني جايب ممتاز ما جاب مرتبه الشرف، والباقيين جيد جدا، فانا ما لقيت اسمي مع المعيدين. قالوا يعني جاي تعلمني شغلي؟ انت تبي تفهمني شغلي؟ اطلع برا يا دكتور. انا ابوي قال اقول لك اطلع برا انت وابوك، لا اكتب على اوراقك الان يحطونك في منطقه نائيه، يلا. يقول وقفت عنده وصارت دموعي تنزل، ولا اتذكر الا ابوي وامي وفقرهم والوضع المأساوي اللي كانوا يشحون باللقمه على خواتي عشان يعطوني اياها. يقول فصارت دموعي تنزل والله وانا عقد لساني ما قدرت اتكلم. يقول طلعت من عنده وانا اقول حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الرجل حافظ القرآن وبار بوالديه ولا يفوتها الفرض ما شاء الله تبارك الله. فيقول طلعت، يقول ورحت لأهلي، يقول جيت أبوي وجلست معه، يقول وأنا والله ما لي وجه ناظره، وأنا ما قصرت بس عاد شو أسوي؟ قال أبوي يا ابني عملت إيه؟ قال والله يا أبوي الوضع كذا وكذا وكذا واعذرني، شيء مو في يدي. قال حسبي الله ونعم الوكيل. يقول راح الشايب تعبان وجتها الصدمة، ما كان هذا الأمل، دخل غرفته يقول ونام وهي النومة. يقول يوم أصبح وله من صيد أمس وله ميت، مات قهر وحزن. يقول أمي نفس الطريقة. يقول بعدها بحوالي أسبوع 10 أيام، يقول من حزنها على أبوي وحزنها على الخبر اللي جبته لهم انتقلت إلى رحمة الله، توفيت. يقول فالآن زاد الغيظ عندي
وجيرت وفاة أبوي وأمي، أعتبر أن عميد الكلية هو اللي قتله. بعد كذا يقول جلست فترة مع خواتي، أنا ما قدامي إلا أني يا أكون طبيب صحة وهذا كأنك ميت مكانك، أو أنك تروح تعرض شهاداتك على مستشفيات خاصة، وهذه ترى من بعيدة عن أختها، يعني متى بتتطور ويكون لك اسم في مصر وفي ذاك الوقت. يقول فضاقت بي الأرض بما رحبت ورحت أمشي قطعت يمكن 3-4 قرى وأنا أمشي على رجلي ما أدري ليش وبدون هدف. يقول حتى ما عاد قدرت أوقف، لقيت هاك القهوة يقول وأسحب لي ذاك الكرسي، يقول واجلس والله حق شاهي كاس شاهي مو معي. يقول إلا شوي إلا يوم بس أحتري الرجال راعي القهوة يجيني عشان أنحاش أنا بمشي. يقول له والله واحد يمر أهلا فلان كيف حالك، من هو هذا؟ زميلك في الكلية. وش جابك لبلدنا بلدكم بعيد؟ قال يا رجال جيت أمشي بس. قال ما أنت ما دريت؟ قال لا وش الموضوع؟ قال فيه لجنة جاية من الخليج في القاهرة. قال إيه؟ قالوا تسوي عقود الدكاترة ومستشفى كبير في الخليج، ليش ما تروح تقدم؟ أضحك، أنا ما معي حق كاس شاهي عشان تقول لي روح القاهرة، ما معي. قال ما يصير، أنت الأول علينا وأنت مميز ولازم يقبلونك. قال لي بس ما معي. قال علي هذا يوم الأخلاء، شوف الصديق أحيانا شوف بعد علاقتهم دراسة، لكن قال أبدا والله ما أروح القاهرة إلا أنت معي، يدي بيدك بيض الله وجهه. قال والله براحتك أنا موجود وبلدنا على الطريق. قال خلاص بكرة الصبح بمرك. المهم راح وشاور أخواته قالوا يا أخوي رحت رزق الله دور رزقك ما عليك منا، حنا ودعنا رب العالمين. يقول رجعت عندهم في البيت ويقول وين راح ذيك الليل الصبح ولا السيارة تقف عندي، يقول نركب معه ولا القاهرة. أدخل على اللجنة، يقول جلسنا في مثل الانتظار مثل هالجلسة، لا والله إنه يدخل الرجال الطبيب 5 دقائق 4 دقائق ويطلع بخفة حنين ماش وجهه ما يعطى خير واضح. يقول أنا دخلت أعطيتهم ملفي، ناظروا الشهادات تعجبوا كل واحد يمد للثاني، شلون ما عنده نقص درجة واحدة، وشكله ملابسه ما توحي بأن هذا الشخص. قالوا يا أخي بالعربي أنت شكلك ما يوحي بأنك يعني وشلون علامات. قال شوف أنا أبوي أفقر واحد في بلدنا واللي حصل كذا 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 وأنا إنسان فقير والله ما عندي غير اللبس هذا من الأخير ما أكذب عليهم. قالوا لا الكلام ذا إحنا بنختبرك، الأعراض الفلانية كذا كذا كذا، هذا مرض إيش؟ مرض كذا صح؟ قال لا مو بشرط، قد يكون كذا وقد يكون كذا. لو الولد فاهم كل ما أعطوه تحايلوا فيه لأنه فاهم ولا مرة إجاباته. قالوا من الآن أنت مقبول، عطنا جوازك وخلاص بكرة تجينا هنا نجهز أوراقك. قال جواز إيه؟ جواز بفلوس، أنا والله ما عندي آكل، أخواتي ما تعشوا البارح. قال واحد من اللجنة خير ينشروا من عندي الوقت طيب. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إنك صادق يا ولدي والله إنك صادق، لكن حنا نبيك. قال ونبيكم بس ما في دحيل. قال تعال معي، وياخذه يطلع به برا ويفتح محفظته ويعطيه مبلغ. قال خذ رح طلع جواز واكس اخواتك وعشهم وخل عندهم اللي يكفيهم، وترى حنا نبيك بعد بكرة تعال عندي هنا. يقول أقسم بمن أحل القسم إني أحس بإني بموت ما ملكت ربع هالمبلغ هذا بحياتي. شوفوا فاتحة الرزق سبحان الله العظيم، مبلغ قوي ذاك اليوم عنده. يقول وارجع ماني مصدق وعلم أخواتي قالوا الحمد لله هذا فرج الله، توكل على الله رح. ويجي للخليج ويصير من أشهر الأطباء وينتقل من مستشفى لمستشفى بعروض يطلبونه، ويصير حجز المواعيد عنده بالشهرين ما شاء الله، ويتعرف على علية القوم، وصار سبحان الله سبب في شفاء كثير من الناس. كتب عاد الكلام هذا وأرسله إلى جريدة الأهرام وقال إن عميد الكلية بدون ذكر اسماء خصمي أمام الله يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم. الأسبوع اللي بعده رد الدكتور العميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا عميد الكلية وأقسم بالله إن كلام هذا الرجل صحيح وأني طردته وظلمته وأكلت حقه، ولكن ليعلم هذا الرجل والقراء المحترمين أنني كنت أملك مجموعة مستشفيات في مصر وكنت عميد كلية الطب وكان يشار لي بالبنان وكنت فلان من الناس، ولكن ابني وابن أخوي الأطباء اللي أنا عينتهم
بعد فترة وليتهم المستشفيات وحبيت أني أرتاح بعد معاناتي مع الدراسة والعلم والعمل، وفوضتهم بوكالات شرعية وسحبوا مني كل أملاكي في يوم. أصبت على أثرها بأمراض، أقسم بالله أني أتمنى أتعالج في مستشفى اللي أنا أملكه في الأصل، ولا اسمحوا لي أتعالج فيه. والآن أنا أتعالج في مستشفى القصر العيني في مصر، يعني مستشفى حكومي، على أساس أني درست الأطباء اللي الآن يعملون فيه. فهذه نتيجة الظلم وعواقبه، وأرجو أن هذا الرجل يسامحني وأنا أعتذر منه أمام القراء. جاء الأسبوع الثالث اللي بكت منه المرأة وقالت، رد عليه الدكتور صاحبنا في القصة، قال الحمد لله أني رأيتك وعلمت عنك ما علمت، وهذا قد يكون جزاءك في الدنيا، أما أنا فأطلب حقي من الله يوم القيامة. فيمكن عاد ما سمحت نفسه يسامح للظلم. وطبعا ذكر في قصته أنه وفاة أمه وأبوه أنا أعلقها في رقبتك يوم القيامة وسلامتكم. هذه يعني فيها من الصداقة وفيها من ما زال موجود. والله إني ما أعلم، لكن